السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيري ودي قناتي. أنا بحب المطبخ جدا ونفسي أعلم البنات حب الطبخ. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وصفتنا النهاردة يا بنات، معايا نص كيلو حمص الشام. لازم يا بنات يكون منقوع. اي نوع من البقوليات لازم يتنقع 6 ساعات. شايفين الحمص الشام يتغسل ويتنقع لمدة 6 ساعات، اقل حاجة ممكن 12 ساعة، ممكن يوم. هاخد الحمص بتاعي واحطه في الحلة ونعمل للولاد ولادنا النهاردة الحلبسة او حمص الشام بنظافة وبجمال، ويكون في البيت ويكون مضمون. تعالوا معايا كده يا بنات. انا حطيت الحمص هيغلي. اهم حاجه في الحمص عشان يطلع نضيف زي بتاع بره طبقه الريم اللي هتيجي، وانا هبقى اوريها لكم دلوقتي في التصوير، هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. طبقه الريم ديت هي اللي بتعكر الحمص. هيغلي وتطلع طبقه الريم اللي عليه ونشيلها عشان يبقى بجوده احسن من اللي بره كمان. شايفين الحمص يا ولاد؟ شايفين يا بناتك مني غسله الحمص كويس ونقعاه فتره طويله، مفيش ريم كتير خالص، زي الفل. طول ما الحمص يتنقع كويس يبقى زي الفل. نقع الحمص كويس واغسليه كويس فترة طويلة في النقع، هيبقى زي الفل قدامي. هكمل معاكي. تعالوا بقى نشوف الحمص بعد ما استوى. في تكة صغيرة لسه هي علشان هنحط المكونات التانية. الحمص استوى زي الفل قدامكم. شايفين المكونات بقى؟ طماطمتين 2 كبار، ومعايا بصلايه، ومعايا قرن فلفل احمر او اخضر زي ما عندك. معايا فصين توم، لو عندك توم في الفريزر متفرز عادي. هحط المكونات بقى في قلب الكبة بتاعتي. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. دايما نذكر الله ونصلي على النبي عشان ربنا يبارك. كل المكونات بتتضرب في الكبة يا بنات، ولازم تكون ناعمة. هنحط كل المكونات في قلب الحلة ونسيبها تغلي. انا سايبه الحمص، وبعرفكم تاني ان الحمص لازم يبقى فيه تكه عشان ما يتهريش ويطلع طعمه حلو. اهم تريكه يا بنات ان احنا نحط مكعب ماجي عشان يدي طعم الشارع بالظبط ويديك الطعم الجميل. ونحط الكمون. حمص الشام يعني كمون. ونحط بابريكا عشان تدي اللون الاحمر. معلقه كبيره بابريكا. والشطه بقى احنا بنحب نحطها بره، لو حابين تحطوا الشطه معاه او حاطين القرن الفلفل معاه حطوه. ولو عايزين كمان تقطعوا شرايح الليمون وتحطوها فيه ممكن، بس احنا برضو بنحب شرايح الليمون تبقى بره. وده الحمص او الحلبسه بتاعت الشارع زي ما بنقول هنا في مصر. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا الكوبايه دي عندنا دلوقتي على الكورنيش بتتباع بالغالي قوي. احنا نعملها في البيت، نعمل يا ولاد في البيت، نعمل يا بنات كل حاجه في البيت. وده الحمص لما خلص اللي هو حلبسة الشارع. يا ريت لو حبيتوا الوصفة تعملوا لي لايك وتشيروا. بحبكم في الله.